بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات ولقاءات اعرف دواءك، والتي تشاهدونها من خلال قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. وفي هذه الحلقة سأتحدث بإذن الله سريعا عن أهم وأدق المعلومات اللي يجب أنكم تكونوا عارفينها لو هتستخدموا الكونتراكتيو بيكس جل للحروق والجروح، لندبات الجروح والحروق. لو ما كنتش اشتركت في القناة فادعمني بالاشتراك في القناة فضلا لا أمرا، وإن شاء الله يوصلك كل جديد ومفيد في هذا المحتوى الطبي. احنا هنا تحديدا في اعرف دواءك هتلاقي القسم ده او قائمة التشغيل دي زي ما بيسموها هنا في اليوتيوب هي الأقسام. احنا هنا في اعرف دواءك معلومات عن المنتجات الدوائية، ان كانت جل، مرهم، ايا كان بقى، حقن، شراب، لبوس، كل الاشكال الدوائية. الكونتراكتيو بيكس جل ده بيستخدم لعلاج الندبات والآثار اللي بتحصل بعد الجروح والحروق، ولكن في كم معلومة مهمة يجب ان احنا نكون عارفينها. زي مثلا، هل انا لما ادهنه على الجرح او الحرق لازم الفه بحاجة ولا ما الفوش؟ المدة بتاعة الاستخدام، ايضا امتى استخدمه؟ هل بيستخدم لجميع انواع الندبات؟ هل بيستخدم للندبات القديمة والجديدة على السواء ولا لا؟ بالنسبة طبعا، قبل ما اجاوب على الاسئلة دي، هو بيتكون من 3 مكونات من افضل المكونات اللي هي بتساعد في تسريع عملية التئام الجروح وتحسين المظهر بتاع الندوب او الجروح، وايضا مضادة للالتهاب، اللي هي خلاصة البصل والهيبرين والالانتوين. دي من المكونات بتاعته. لكن اللي انا عاوزك تعرفه، او حضرتك لازم تكون عارفه، امتى استخدمه. ما ينفعش استخدمه والجرح لسه ما التئمش. طب ازاي يا دكتور انت بتقول ده بيساعد في التئام الجروح؟ نخلي بالنا من النقطة دي رغم انها بالبلد لكن مهمة جدا. يعني الجرح خلاص نشف، ما بضغطش عليه بيطلع مادة او دم كده، ينفع استخدمه ومركنهوش مدة أطول، أسيبه مدة كبيرة. كل ما استخدمه بدري كل ما تكون الندبة أو الآثار بتاع الجروح لسه هتتكون، يكون يعني أفضل تمام استخدامه. لكن أيضا بيفيد في الندوب اللي عدى عليها فترة من الزمن، ولكن بنطول شوية في الاستخدام. فإمتى استخدمه تحديدا؟ أنا قدامي الجرح لسه بيجيب دم وأحط الجل؟ لا، الجرح لسه مثلا ممكن اضغط عليه ينزل دم او ينزل ماده واحط الكونتراكتيو بيكس جل، ما ينفعش تمام. ولكن بمجرد انهم هم يشبكوا في بعض كده المكان بتاع الجرح او الحرق، ابدا استخدمه تمام. وبالنسبه لاستخدامه في الندوب او الندبات القديمه، بيوصل مده استخدامه لمده 6 شهور، من 2 ل3 أو حسب ما يرى الطبيب أو الصيدلي. بالنسبة لاستخدام الندبات الجديدة بيتم استخدامه لمدة 3 شهور. ولما يكون في جرح يبقى أنا عارف مسبقا بمجرد ما ينشف أو بمجرد ما يلتئم، يعني ما فيش دم ما فيش مادة، أبدأ أحط الجل ده، فهيبدأ يلتئم بقى التئام الأنسجة والخلايا تخش في بعض، خليهم حاجة واحدة، وحاجة كده ملمس الجلد ناعم وكويس جدا تمام. طبعا بكرر ان احنا لازم نلفه بحاجة لما نيجي ندهنه، لانه مش مقصود بس ان هو يمتص وبيطلع مادة فعالة، لا، هو مقصود برضو على الجرح نفسه ان هو يفضل يعني اكبر مدة، والفه مدة شديدة، بحيث ان هو يساعد في التئام الجرح، اللي هو الالتئام اللي احنا عاوزينه، بحيث يبقى كأنه مفيش حاجة خالص، بيخفي هذه الاثار. طب ينفع استخدمه للندبات اللي هي بعد حب الشباب والامراض الجلدية؟ هو كقاعدة عامة مش مفيد بالشكل الجيد في الندبات اللي هي ناتجة عن امراض جلدية، ولكن مفيد في الندبات الناتجة عن الحروق والجروح. لكن لو الندبة أيضا اللي هي
شكلها يعني ايه زي مرتفعة كده، ممكن توصل لسنتيمتر، تمام، مش المنخفضة زي الحفر والكلام ده، ما ينفع نستخدمه، تمام. لكن فيها حفر وغويطة شوية، لا دي ما تنفعش نستخدمه فيها، فبنستخدمه اكتر للندبات اللي هي مش عارف الاسم العلمي بتاعها، بس المهم بتكون مرتفعة شوية، يعني ايه ترى بالعين المجردة، وباين يعني التفرقة لأهل المجال والعاملين بالمجال الطبي، وكمان لغير العاملين بالمجال الطبي. لكن الحتة اللي تلاقيها حفر وداخلة جوه أو غائرة أو غويضة، لا ما ينفعش نستخدم فيها الكونترا اكتوبكس جل، تمام. فبيستخدم للأنواع من الندبات اللي هي مرتفعة أو وطولها تقريبا بيكون سنتيمتر، سواء كان شكلها طولي أو دائري ما بتفرقش. ودي بيساعد كل ما نستخدمها بدري بعد تشافي الجرح من الدم وخلافه، يتم استخدامها سريعا، بتساعد جدا في التئام الجروح والحروق، تمام. وبيتحط عليه يعني زي ايه لفة كده بلاستر او ضمادة طبية او خلافه، تمام. يفضل ان احنا فترة استخدام الجل ده الإكثار من أكل الفواكه. هل يستخدم في المنطقة الحساسة؟ يستخدم في المنطقة الحساسة مع التشديد والتنبيه إنه ما يستخدمش غير مرة في الأسبوع، ويستخدم مع الكريمات اللي هي بتستخدم للمنطقة دي، يعني لا يعتمد عليه لوحده للتفتيح، لكن هو هيدي ملمس ناعم للجلد، هيدي نضارة، هيدي الكلام ده. ودي كانت أهم المعلومات عن الكونتراكتيوبكس جل، بالإضافة إن هو سعره زهيد جدا، لكن آخر سعر ليه كان 33 جنيه. يعني يجب الأخذ في الاعتبار موضوع الأسعار. تحياتي لحضراتكم، يرجى الرجوع للطبيب أو الصيدلي في أي حالة طبية تحتاجونها. وهذه الفيديوهات للتوجيه الطبي بصفة عامة. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.